ازيكم عاملين ايه؟ الحكايه وما فيها ان من كام يوم كلمني حد من متابعين محترم. هو بيشتري عربيه، مش بيسالني اشتري ايه واجيب دي ولا دي، لا. هو الراجل بيشتري عربيه عايز يامن نفسه على قد ما يقدر. يعني مش عايز يبقى فيه ولو 1% ان هو ممكن يقع مع ناس نصابين ويخسر فلوسه. بيقول لي دول القرشين اللي انا جمعتهم عايز امن نفسي من الاخر. قعدنا نتكلم طول المكالمه ربع ساعه تقريبا. طب لو حصل كذا اعمل ايه؟ طب اشتري بعقد ازاي؟ طب اروح فين؟ طب اتاكد ان ورق العربيه سليم ازاي؟ القصه دي كانت مكالمه حلوه الصراحه، وخلصنا. لقيته في اخر المكالمه بيقول لي العربيه اللي انا رايح اشتريها شيفروليه اللي هي نيو اوبترا 2022 بكام؟ ب 405,000. لا وايه؟ الراجل بيقول له مش هنزل جنيه، هو ده ثمن العربيه. ليه؟ لان صاحبها مسافر وعامل للراجل ده توكيل ببيعها، والعربيه ماشيه 5000 كيلو. فهو 405,000 وما فيش جنيه هينزل، هو على كده. بصراحة اتصدمت لما سمعت السعر ده في العربية دي. الراجل سألني طب ايه رأيك في السعر؟ طب هي العربية تستاهل كام؟ بعدها خلصنا المكالمة، رديت عليه على الواتساب قلت له والله بص هي تستاهل، يعني بعد برضه ما بحثت 360 350 في الرينج ده، يعني برضه في زيادة على ثمنها. 405 كتير، هو كان رايح يخلص فيها. فسرحت كده بدماغي وقعدت فكرت لو انا معايا 400,000 دول دلوقتي وبشتري عربيه، هل هشتري النيو اوبترا دي ولا هشتري حاجه تاني؟ والحقيقه اول حاجه فكرت فيها لو بشتري عربيه بال 400,000 دلوقتي هدخل مزاد كده اشوف عربيه حادثتها بسيطه اشدها اول حاجه جت في دماغي يعني. طيب لو فكسنا لموضوع المزادات ده، وهو يعني حتى الراجل بيدور على حاجه كسر زيرو ماشيه 5000 وهيضحي علشان كده، تقول لي مزادات وحوادث. فيا صديقي خلاص، احنا افرض ال 400,000 دول معايا وعايز اشتري بيهم عربيه مستعمله دلوقتي، هجيب ايه؟ الحقيقه قعدت اتابع الاسعار وفتحت والكلام ده على موقع. هتلاقي لو حابين انكم تشتروا تبيعوا تتابعوا الاسعار هيساعدكم جدا في النقطه دي. فقعدت اتابع اسعار العربيات عموما على الموقع وعلى جروب الفيسبوك وعلى الناس اللي عارضه هنا وعارضه هنا ومش عارف ايه. برضو اصل كل يوم في زياده تقريبا في الجديد وبيأثر على المستعمل. فلقيت العربيات المعروضه في رينج السعر اللي هم 350 ل 400 حاجات، يعني مش عارف، كارينز 2012، الانترا 2013، كورولا 2011، صاني 20، نيو اوبترا اللي هي دي 22. ومش دي العربيات اللي انا عايزها ومش هفكر فيها حتى بال 400,000 اللي معايا. وقبل ما اقول لك يا صديقي عملت ايه، عايزك تعمل لايك للفيديو ده وتشيره كمان، عشان لو حد معاه 400,000 وراح يجيب الاوبترا ولا اللي زيها يمكن يغير رأيه، يعني يعرف ان في بدائل احسن في السوق. وقعدت ادور تاني والحقيقه حطيت شروط لنفسي، لان لقيت دماغي بتروح لبعيد وعربيات كده بقى طيش الشباب بدأ يشتغل وبتاع. قلت لا، انا هحجم نفسي. فكرت هو الراجل ده لما كان هيشتري الاوبترا ب 405,000 كان بيفكر في ايه؟ لقيت ان اول حاجه الراجل ده فكر فيها ان هو عايز عربيه موديل حديث كسر زيرو، عشان كده قال لك خلاص انا هشتري الاوبترا دي اكمنها 2022 وماشيه 5000 كيلو، هتريحني خلاص، انا هريح دماغي. تاني شرط ان يبقى العربيه فيها اوبشن ودلع، يعني حتى لو بسيطه. اصل الاوبترا دي فيها فتحه سقف وفيها مش عارف شكلها خلاص، يعني ده تاني شرط ان يبقى فيها يعني شويه دلع كده. تالت حاجه ان قطع غيارها تبقى موجوده، يعني النيو اوبترا نازله بقالها كام سنه وحققت الصراحه نجاح، موجوده في السوق وباعت كتير، قطع غيارها موجوده. وعايزكم تفتكروا اول 3 شروط دول عشان تجيبوهم في اخر الفيديو وتشوفوا ايه اللي وقع مني في العربيات اللي انا اخترتها لو هشتري بالمبلغ ده، وايه اللي لسه موجود، عشان نعرف يعني الراجل ليه راح للعربيه دي بالسعر ده. طب ما يمكن الشروط اللي هو عايزها مش موجوده في حاجه ثانيه. واول عربيه لقيتها بالسعر ده هي المازدا 3 2018 ياباني اصلي. واوعى تفكر تقارنها بالنيو اوبترا، هتزعل مننا قوي لان مفيش وجه مقارنه اصلا. عربيه شبابي شكلها شيك جدا، بحب شكلها العربيه دي. هتديك تجربه قياده مختلفه، نازله بموتور 1600 سي سي 4 سلندر. الموتور ده متوصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات عادي، لكن العربيه مش عايز اقول بطه يعني، بس سحبها مش احسن حاجه بالمنظومه دي للاسف. فانت لو بتحب الجري والشد والكلام ده مش هتنفعك، تشوف العربيه اللي بعدها هتنفعك قوي.
رياضيه. والحقيقه يا صديقي العربيه فيها نفس الدلع بتاع الاوبترا واكتر كمان. العربيه بتنزل بتجهيزات امان 2 ايرباج و4 ايرباج للفئه الاعلى، ومنع انغلاق الفرامل ABS، وتوزيع قوه الفرمله EBD، وكامل قوه الفرمله في حاله الطوارئ اللي هو البريك اسيست. طيب لو انا هشتري حاجه ب 400,000 دلوقتي، ليه اخترت العربيه دي؟ لانها اعتماديه لاقصى درجه، وهتديني كمان ثبات واوبشن وتجهيزات امان كويسين. العربيه عيبها حته التسارع زي ما قلنا، وحته مساحات التخزين ان هي ضيقه شويه، بس في الاخر لو جبناها جنب النيو اوبترا هتطيرها، فانا في الاخر اشتريها وما اشتريش النيو اوبترا. نروح لتاني خيار فكرت فيه بالمبلغ ده، وهي العربيه فورد فوكس 2018 الماني. عربيه رياضيه هتديني متعه سواقه مفيش بعد كده. العربيه نازله بموتور ايكو سبورت 1000 سي بس تربو. الموتور ده بيخرج 125 حصان، وعلى فكره واخد جايزه احسن موتور على مستوى العالم لسنين كتير. متوصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات، والحقيقه المنظومه اللي كده على بعض هتديك اداء رياضي قوي وتوفير كمان في استهلاك البنزين. طبعا ثبات محترم جدا مفيش مقارنه اصلا، كاني بقارن حصان عربي اصيل بحمار بلدي، كل واحد ليه استخداماته بس مفيش مقارنه بين الاثنين، مع احترامي للحمار البلدي طبعا. العربيه زي ما قلت لك بتحسسك بمتعه القياده والاداء الرياضي من كل حاجه حواليك. الطاره بتاعت الدريكسيون، العفشه بتاعت العربيه، المنظومه بتاعت الموتور مع الفتيس، كل حاجه انت حاسس برياضيه، حاسس بمتعه سواقه وانت سايق العربيه. العربيه واخده 5 نجوم في اختبارات اليورو انكاب. العربيه نازله بتجهيزات امان ABS ESP EBD، وحساسات قياس ضغط الاطارات، وكمان 4 ايرباج. تنزل برضه اوبشن ودلع، فتحه سقف، كراسي كهرباء، حساسات ركن خلفيه، ستارت انجن، مثبت سرعه وتحكم طاره، وشفتات رياضيه، وشاشه 7 بوصه بتدعم النظام الترفيهي من فورد، ابل كار بلاي واندرويد اوتو. عربيه جديده، بس العربيه دي اتعمل لها حمله استدعاء لان كان في حاجات كده بتتغير في التوكيل على حسابهم، فتاكد ان العربيه اللي انت بتشتريها راحت غيرت الحاجات دي في التوكيل. والحقيقه انا دخلت العربيه دي في اختياراتي لان عجبني قوي حته الشبابيه والرياضيه ومتعه القياده والكلام الكبير اللي عمالين نقوله. طب يا سيدي واحد غيري مش عايز الشبابي ولا عايز متعه القياده ولا عاجبه اصلا المساحات الضيقه بتاعت العربيات دي، هو كل اللي عايزه عربيه كبيره عريضه واسعه بمساحات تخزين عائليه حماله اسيه معاه. وهنا ممكن نبص على الرينو داستر، عربيه بتنزل بموتور 1600 سي بتخرج 115 حصان. الموتور بتاعها متوصل بفتيس CVT. معلش بقى عن العربيتين اللي قلناهم، هتاخد خامات داخليه اقل في الجوده وكمان تسارع تعبان، بس مقابل ده هي عربيه عائليه عاليه عن الارض، فيها مساحات تخزين كتير، العربيه واسعه، وكمان حماله اسيه بتاعت شيل وحط وهبد وبتاع. العربيه دي بتنزل بتجهيزات امان ABS وEBD وESP و4 ايرباج، وتقدر تجيبها بسعر النيو اوبترا اللي احنا عاملين الفيديو عليها، اللي الراجل كان هيجيبها موديلات 2018 و2019. طيب تعالوا بقى نشوف الثلاث شروط اللي قلتهم في اول الفيديو ونطبقهم، نشوف فعلا هم موجودين في العربيات اللي انا اخترتها ولا وقعوا مني مقابل الثبات ومتعه القياده والرياضيه والحاجات دي. طيب اول شرط وهو كان ان العربيه كسر زيرو، موديل حديث، عداد قليل قوي 5000 ولا حاجه. والحقيقه الشرط ده ما اتطبقش، لان احنا العربيات اللي رحنا لها كانت عربيات كلها موديلات 2018 2019، وده كده مش كسر زيرو. لكن خليني اقول لك اللي احنا ما بعدناش قوي، يعني ما رحناش جبنا عربيه مثلا 2010 او 2011 بقى لها 10 سنين ولا حاجه. وما بشجعش قوي ان انت يبقى معاك مبلغ زي 400,000 وتروح تجيب عربيه فات عليها 10 سنين و11 سنه. ليه؟ يعني بلاش تعمل كده. وانا برضو كان هممني في العربيات اللي بدور عليها ان العربيه ما يكونش عدادها عالي قوي. يعني العربيات اللي انا قلتها دي شفت المعروض منها بالسعر ده العداد بتاعه كان 60,000 70,000 في الرينج ده، والراجل بيقول لك فابريكا بره وجوه ومش عارف انا اول مالك وصيانات توكيل والكلام الجميل اللي هو الكلام المعسول اللي بنسمعه ده. فاحنا الصراحه وقع مننا اول شرط ده، بس لو جيت تفكر هتلاقي ان احنا ضحينا باول شرط مقابل انك تركب عربيه الماني ولا ياباني. فانا شخصيا مش عايز اول شرط مقابل العربيه الاحسن مقابل الركوبه. وتاني شرط ان العربيه يبقى فيها اوبشن وشويه دلع بسيط، والصراحه ده احنا حققناه بجداره. احنا تفوقنا كمان عن نيو اوبترا. العربيات دي اصلا الفئه بتاعتها اعلى من الفئه بتاعت النيو اوبترا بكتير، فهي فيها اوبشن، فيها تجهيزات امان، فيها دلع اكتر من العربيه النيو اوبترا. فاحنا حققنا الشرط ده وتفوقنا فيه كمان. طيب نيجي لثالث شرط وهو حته قطع الغيار. القطع بتاعت الغيار بتاعت العربيات دي موجوده ولا لا؟ النيو اوبترا خلينا متفقين ان هي عربيه قطع غيارها موجوده، العربيه بقى لها كذا سنه بتنزل وقطع غيارها بقت موجوده ومنتشره كمان العربيه نفسها في السوق، فليها قطع غيار كتير.
طيب العربيات اللي احنا اتكلمنا عليها ليها قطع غيار استيراد ممكن تفرق شويه كسعر، ان هي تبقى سعرها اعلى لكنها كاستيراد موجوده. ولقيت الصراحه الجروب بتاع الفورد فوكس عامل حاجه حلوه قوي، لان الناس بيبقى عندها عقده او بعبع من ايه ده فورد يبقى مش هلاقي قطع غيارها ومش هلاقي حد يصين وبتاع. لا، الجروب مجمع عامل زي شيت كده مجمع فيه الناس بتوع قطع الغيار على مستوى الجمهوريه في كل المحافظات وبارقام تليفوناتهم باساميهم، مجمع الناس الفنيين اللي بيشتغلوا في العربيه الفورد برضه بارقامهم باساميهم على مستوى الجمهوريه. فحاجه يعني تحسب لهم. بنبسط قوي لما الاقي جروب بيحاول يساعد فعلا الملاك واي حد داخل يشتري العربيه. طيب في حته بقى عايز انا اضيفها من عندي، وهي حته اعاده البيع. الصراحه يعني لو جينا نبص مثلا العربيه زي الفورد، هي اعاده بيعها مش احسن حاجه، لكن المازدا ممكن نقول متوسطه شويه، الرينو داستر معروفه وبتتباع في السوق، فالنيو اوبترا هتتفوق على العربيه زي الفورد في اعاده البيع، لكنها هتبقى ممكن موازيه شويه للداستر. الاثنين معروفين في السوق، الاثنين بيتباعوا. فلو انت هتقني العربيه مش همك حته اعاده البيع ويهمك قوي الرياضيه والشبابيه والسحب والكلام ده، الفورد هتبقى اختيار موفق قوي. همك حته اعاده البيع وحته العائليه والمساحات، الداستر. فانت شوف الانسب ليك، لكن في الاخر بلاش تاخد عربيه هي مش قيمه مقابل سعر. عايز كل واحد يكتب لي في الكومنتات دلوقتي، لو معاك 400,000 وبتشتري بيهم عربيه هتشتري بيهم ايه؟ هل هتروح تشتري بيهم النيو اوبترا، ولا لا هتبقى شايف ان في بدائل احسن بكتير اشتريها بدل العربيه دي؟ اكتب لي في الكومنتات ايه العربيه اللي هتروح تشتريها على طول بالمبلغ ده. بس وطالما وصلت لاخر الفيديو يعني شكرا قوي ليك، وما تنساش تشير الفيديو ده عشان يفيد ناس اكتر. مع السلامه.